بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. جبت لكم اليوم مملحة رمضانية يعني بامتياز. آه، اقتصادية نوعا ما وسهلة التحضير، يعني ما تشدش اليد بزاف. تجي هايلة البنات، تجي خفيفة، تجي مفرمجة من داخل وبنينة. نروحوا لطريقة التحضير. انا في المقلاة حطيت حين نحضروا الحشو، حطيت 2 ملاعق زيت، وحطيت حبة بصل متوسطة هكذا، كنت رحيتها في الاشوار. وكنت رحيت ثاني البنات نصف صدر دجاج، رحيته ثاني في الاشوار. نضيف عليه الملح، شوية توابل الدجاج، وشوية فلفل اسود البنات وتحذف لي المقطع. وحطيت عليها 2 فصوص ثوم، خليتهم يتقلاو شويه فوق النار. وبعد ما تقلاو كنت رحيت ثاني حوالي قرن فلفل هكذا كبير حلو، رحيته في الاشوار وضفته عليهم. وضفت عليهم ملعقه تاع طماطم مصبره وخليتهم يطيبوا فوق النار. وضفت لهم البنات حوالي ربع كأس تاع الماء، وغطيت عليهم وخليتهم حتى نشفوا تماما من الماء. بعد ما طابوا وضفت عليهم هنايا شويه زيتون مقطع، ونخليهم يبردوا جانبا. نجي لهنا العجينة في ريسيبيون، حطيت كاس حليب دافي وكاس ماء دافي. هذه الكمية البنات حتقطع لكم 20 حبة. اللي تحب يعني تقسم المقادير ودير غير 10 حبات، دير نص كاس حليب ونص كاس ماء، وباقي المقادير ثاني نقسموهم. ضفت هنايا عليهم ملعقة مملوءة جيدا خميرة الخبز، وملعقة مملوءة جيدا السكر. نخلطهم بالضراب اليدوي. ومن بعد نجيب لهنا كاس سميد رطب، نزيد نخلطو معاهم. لازم يكون رطب البنات باش يجينا مليح. نخلطو ثاني مليح، ومن بعد نغطي عليه ونخليه يخمر جانبا مدة ربع ساعة هكذاك. بعد ربع ساعة انا رجعت ليه، لقيتو طلع البنات، شوفوا كيفاه طلع، يعني خمر روعة. ومن بعد نضيف عليه لهنا 3 ملاعق زيت، وملعقة صغيرة مملوءة جيدا ملح. هنا انا ما مليتهاش البنات المره الاولى، ومن بعد كم زدت شويه. نبداو نضيفو في الفرينه. ضفنا الكاس الاول تاع الفرينه، نزيدو الكاس الثاني تاع الفرينه، ونبدا نخلط في الخليط بيدي، يعني حتى نبدا نجمع فيه في العجينه هذه ما نعجنوها ما والو البنات، سما غير نديروها هكذا برك وخلاص، ما ندلكوها ما نعجنوها. نزيدو نضيفو الكاس الثالث بالتدريج. كملت الكأس الثالث كامل البنات، وزدت حوالي ربع كأس هكذاك. وهنا البنات الكاميرا ما كانتش تصور وانا عند بالي راهي تصور. لميتها العجينه هذيك مليح، ودهنت الريسيبيون بالزيت وحطيتها وغطيتها، خليتها تخمر. خليتها حوالي نصف ساعه هكذاك، ومن بعد رجعت ليها وهني هبطت لها دوك الخمور. ونجي نقطعها هنايا، قطعتها على 20 قطعه. قلت لكم هذه العجينه راهي تقطع 20 قطعه. اللي تحب يعني نصف الكميه دير غير نصف المقادير. نجي لهنا نقسمهم ونكورهم البنات كور هكذا صغيره. ندهن الصينيه بالزيت ونحطهم فيها، كوروهم بهذه الطريقه. ونغطيهم بكيس بلاستيكي البنات، نحطهم جانبا ونبدا نكسل فيهم يعني ونشكل فيهم مباشره، يعني ما نخليهمش يريحوا، نسبقوا بالاولى اللي كورناها. هنا البنات رشيت سطح العمل بالفرينه، ونجي لهنا نكسلها دائريه. نحط شويه من هذاك الحشو، والحشو اختياري البنات، تحبوا ديروا الخضر برك، تحبوا ديروا تكتوكه كيما تحبوا، يعني الحشو كيما تحبوا ديروه. حطيت فوقهم شويه جبن مبشور
ونغلقهم بهذا الشكل على شكل مثلث. يعني ساهلين البنات في الغليق، تغلقيهم يعني بكل سهولة يلصقوا في بعضهم. العجينة هذه مليحة تعطينا يعني الطوع. نشكلهم هكذا مثلث، نشكل حبات هكذا ونبدا نطيب فيهم. انا شكلت زوج وبديت نطيب وطيبتهم يعني باش تشوفوهم، ومن بعد نكمل الاخرين. نحلوها، منحلوش العجينه رقيقه بزاف وما نخليوهاش خشينه ثاني، يكون السمك تاعها مليح برك البنات. نحط هذاك الحشو كيما راكم تشوفوا، وهذاك الحشو البنات يعني دار لي 19 حبه بالضبط. والحبه الاخيره كان عندي شويه يعني فيونداشي في الثلاجه، جبته وكملت درت به الحبه هذيك الاخرى. دوك من بعد تشوفوني نقسمها معكم. نشكلهم هكذا بهذا الشكل، نغلقهم يعني مليح على شكل مثلث، ونكون سخنت يعني الطاجين ولا المقلاة ولا اللي عندك طيبي فيه، يعني ما تتكلفيش. انا عندي هذه المقلاة البنات اللي فيها خطوط هكذا، قلت نطيب فيها، يعني كنت حنطيبهم في المقلاة هذيك الدائرية، ومن بعد وليت قلت خلي نطيبهم في هذه باش يعطيني الشكل تاع. تقدري حتى ديريهم في البانينوز يعني البنات وطيبيهم يطيبوا نورمال. نسيت باش نقول لكم البنات، كنت دهنتهم ثاني بشويه زيت، دهنه خفيفه فقط باش يتحمروا معايا يعني تحميره مليحه. تدهنيهم على الوجهين. شوفوا كيف تحمروا البنات، جوا روعه روعه. نكمل نطيبهم على الجهه الاخرى، ونزيدو نطيبوهم على الجناب هذوك الرقاق تاعهم باش ما يقعدوش هكذاك بويض. كيما هكذا البنات يعني نحكمهم ونطيبهم عادي. طيبيهم على الجناب في 3. وهنا كانوا وجدوا معايا البنات، يعني انا كملت طيبتهم كامل يعني وبسلامتهم، يجيو ياكلوا يديو ياكلوا. وهذو الحبات يعني اللي قعدوا لي قلت نقدمهم معكم. حطيتهم معنا على هذا الشباك هذا باش يبردوا ما يعرقوش على بعضهم. جو روعة يا البنات، يعني مملحة رائعة تسلكك في شهر رمضان. يعني ديري غير نصف الكمية، طيبيهم ثمثم، تجي الذوق تاعهم رائع. العجينة تاعهم تجي خفيفة. نتمنى تكون عجبتكم يعني الوصفة، وما تنسوش تضغطوا لي على زر اللايك باش يطلع الفيديو وشوفوه اكبر عدد من المشاهدين، وما تنسوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء تاوعكم. نجي لهنا البنات نقسم معكم حبه. هذه تاع اللي درت فيها الدجاج، يعني كامل درت فيهم الدجاج الا واحده يعني درت فيها اللحم المفروم. نتيا ديري الحشو اختياري يعني كما تحبي. الصح كله في العجينه، يعني العجينه تجي خفيفه وهشيشه كيعدس فيها السميد وتجي بنينه تجي تسخف. شوفوا كيف جوا البنات مشخشخين من الداخل، جوا روعه. هنا راني نوريكم في واحده اخرى البنات، شوفوا كيف تحمرت، الله الله وطريه تسخف. هذه لهنا البنات تاع اللحم المفروم، كنت دهنتها يعني بالجبن المثلثات هذاك، وحطيت فيها الحشو تاع اللحم المفروم، ودرت عليها جبن مبشور ثاني، وقدمتها جات بنينه يا البنات تسخف كي جات باللحم المفروم. وانتي الحشو اختياري، ما عندكش اللحوم ديري الخضر مع شويه جبن يعني تجي روعه ثاني، ولا بالسلق ولا كيما تحبي تشكتوكه يعني، وديري لها ديري معاها شويه جبن وانتي سلكتي راسك. ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وحفظه. سلام.